الفلوس كلمة بتشد أي حد بيسمعها مهما كانت حالته المادية. من وقت ما طلع الإنترنت والناس بتحاول تطلع منه فلوس بأي طريقة، لدرجة إن الخدمات الرقمية مدفوعة في بعض الأحيان، وكمان بقت في حاجات غير ملموسة بتتباع على الإنترنت الناس يقدروا يستغنوا عنها زي ال NFT والعملات الرقمية وما إلى ذلك. فمثلا دلوقتي بنشوف على اليوتيوب أو الانستجرام أو الفيسبوك إزاي الناس بيطلعوا فلوس من الإنترنت بكل سهولة، وتيجي أنت تجرب بس ما تظبطش معاك، لم تظبط معنا. لان في سببين هما اللي مخلين الموضوع مش ظابط معاك. السبب الاول ان المنافسه عاليه جدا في كل المجالات، لدرجه ان اللي رايح واللي جاي بقى يدخل اي مجال مجرد انه يعرف انه بيكسب فلوس، وحتى لما يظهر مجال جديد انت بتقرر انك تدخله بعد فوت الاوان. بينما السبب التاني المربوط بالسبب الاول انك مش عارف ازاي تبدا، او بتعك في الموضوع، او بتعمل حاجه كوبي بس وخلاص زي اي حد عملها قبلك. انك بتكون مش عايز تبدأ علشان بتكون فاكر ان امكانياتك ضعيفة، وطول ما الامكانيات موجودة فانت تقدر تشتغل عليها. وضيف على ذلك ان في ناس ناجحة في المجال بتاعها لانهم استثمروا وقتهم ومجهودهم على مجال واحد، وانهم ما جربوش يومين او اسبوع بعد كده بطلوا، وان معظمهم حالتهم المادية كانت زيه وزيك. طب انت تسأل دلوقتي سؤال: ايه هو احسن مجال تبدأ منه؟ مش انا اللي هجاوب على السؤال ده، انت اللي هتجاوب عليه، واجابتك هتكون مبنية على الحاجة اللي انت مهتم بيها او بتكون مستمتع وانت بتعملها، سواء كنت مهتم بالتجارة او مهتم بالبرمجة او مهتم بالالعاب او مهتم بالملابس او مهتم بانك تدوس على زر اللايك. باختصار ما تقعدش تحطم مكانك وابدأ دلوقتي باي حاجة مناسبة ليك، واكتب لنا تحت في التعليقات ايه هو المجال اللي انت اخترته وليه اخترته. انا مستر وايت، وفي القناة دي هحاول اعمل فلوس من الحاجة اللي بحبها واللي هي الالعاب. فاذا وصلت لحد هنا فما تنساش انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون معنا اول باول، وانشر المقطع لاي حد مهتم، وما تنساش تصلي على الرسول، ودمتم في امان الله.